عام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي اليمني ياسر العواضي ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية بمقتل هود من المرافقين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقال العواضي في عدة تغريدات عبر حسابه بتويتر إن المعارك حالت بينه وبين لقاء علي صالح وعارف الزيوك قبل أيام من مقتلهما، مشيرا إلى أنه رفض فرصة لاحت له بمغادرة اليمن مفضلا استكمال ما بدأه ضد الحوثيين. وعن خليفة علي صالح أوضح العواضي أن أعمال المؤتمر في يد نائب رئيس الحزب الشيخ صادق أبو راس، داعيا جميع أعضاء الحزب وأنصاره إلى الاتفاق حوله والتماسك والثبات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه فضل البقاء عن مغادرة صنعاء للعمل على إخراج عوض عارف الزيوك وعائلته ومن يستطيع مساعدته في ذلك أيضا، وكذلك موارى جثمان الراحلين الثرى، مختتما: لم تسمحوا لأخلاقي ومروءتي أن أترك الراحلين وهما ميتان، فقد أصبح الموت عندي والحياة سواء.